لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة سهلة على اللسان خفيفة في الأداء، لكنها والله تحقق المعجزات. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بفتح الديب فريزر بتاعي لقيته فاضي وعايز يتملي حاجات وعايز يتخزن. طبعا بسأل على الفراخ لقيتها ب 74، بسأل على اللحمه ب 250. ما ينفعش الحاجات دي تتفرز يا جماعه. وبسأل على الفاكهه غاليه، كل حاجه بقت غاليه ومولعه. والخضار فبالصدفه لقيت واحد معدي من تحت البيت وعمال يقول: حمرا يا قوطه، الطماطم البيتو، اللي عايزه الطماطم البيتو مجنونه يا قوطه، الطماطم رخصت، الطماطم نزلت، واللي عايزه بالقفص والعدايه. فسالته على القفص بكام، فقال لي القفص ب 100 جنيه. قلت له لا، هو ب 80 جنيه كويس جدا. لا يا ابله ما ينفعش، ده انا جايبه من مكانه ب 80. طب خديه ب 85. قلت له هم 80 جنيه، ما فيش غيرهم، هو حلو عليه. فخلاص من هنا لهنا. فالمهم وافق يعني. فجبت القفص على 80 جنيه في 20 كيلو، يعني الكيلو واقف فيه على 4 جنيه. فكويس جدا يعني سعرها دلوقتي. فقلت اجيبها كده وانضفها واعملها بطريقه حلوه، هتشوفوها دلوقتي لو عايزين تتخلصوا من السوائل اللي فيها. وطريقه التفريز بتاعتها حلوه جدا، ونملى بيها الديب فريزر، يبقى برضو فيه خير وبركه. فتعالوا نشوف كده الطريقه اللي انا بفرز بها ازاي وعملت فيها ايه. يا ريت بقى تحطوا كده لايك للفيديو، تشجيع منكم ليا، وكومنت حلو، واشتراك لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه. مسكت الحوض بقى بتاعي وغسلته كويس وعقمته، وبعد كده فضيت فيه الطماطم بزي ما هي. طبعا خدت نص الكميه، قلت اخلص نصها نصها عشان الحوض مش مكفيها كلها مره واحده. ما رضيتش ان انا بقى افتح الميه كلها عليه، او يعني اقفل الحوض واقوم ملياه ميه. لا، قلت افتح الميه سرسوب سرسوب، بحيث ايه الميه تاخد الاتربه والاتساخات وتنزل على طول، ما تفضلش مترسبه معايا. وجبت الحله جنبي الكبيره اللي انا هسوي فيها على النار على طول، وجنبي طبق بحط فيه وبقطع فيه الحتت اللي انا بطلعها. طبعا بطلع اللي هو العرش الاخضر ده، يا دوبك بقطعه. وخلي الحبايه زي ما هي، يعني حاولي تخلي الحبايه سليمه، طالما هي هتشيلي منها بس العنش الاخضر اللي فوق. وسيبي الحبايه زي ما هي. انما لو الحبايه معاكي مثلا لقيتها حته من الجنب طريه، حته مش مظبوطه، فبتقطعيها طبعا بالسكينه عشان ما تبوظش بقيه الطماطم. وجبت ايه الحله جنبي وحطيتها. طبعا هو طبعا بيفضلوا يقولوا قوطه وحمرا يا قوطه، والطماطم البيتو دي بتبقى حمرا عندي، لكن دي بلدي. الطماطم اللي معايا دلوقتي دي بلدي يا جماعه. هي بتبقى صفرة شويه، يعني فيها احمر وفيها شويه اصفر. فانا طبعا بدات اسرد وانا بنضف كده. جبت جنبي قفص فبحط فيه اللي هي الجامده الحمراء، اللي هي الجامده ولسه عايز تستوي شويه. بركنها بره على الرخامه وبتستوي معايا، او بستخدمها للسلطه. انما بقيه القفص بصراحه كله كان احمر وكويس، يعني هو بس قفص صغير اللي هوريه لكم دلوقتي، اللي حطيت فيه اللي هي الطماطم اللي بتبقى خضرة شويه او لسه جامده يعني، ومحتاجه ان هي تستوي، وهستخدمها ان شاء الله. تمام. والحله التانية جنبي بحط فيها الطماطم. بصوا بقى الحركه دي، ايه رايكم؟ بتتملي اهو بسرعه. زي ما بقول لكم الحبايه زي ما هي، سيبوها، شيلوا بس منها الحاجه اللي على الوش، هتعرفوا دلوقتي ليه. تمام. اهو هفضي بقى الكميه اللي فاضله كده. انا خلصت الكميه وباقي معايا شويه برضو دول، هبدا برضو في فرزها وتنظيفها. واهو جنبي زي ما بقول لكم طبق بطلع فيه البواقي العنش، بحيث ان انا ما اكتمش الحوض، ما يبقاش مكتوم يعني. فبطلع الحاجات على جنب، والحاجه الخضراء في القفص الصغير. اهو باقي ده وده وده القفص اللي بقول لكم عليه بطلع فيه اللي هي بقى الحبايه الجامده قوي، واللي هي لسه مش حمراء وعايزه تستوي. فبسردها كده في القفص ده. هستخدمها زي ما بقول لكم في السلطه، او بتسيبها بره التلاجة وهي تستوي معاكي. لو انت حطيت الطماطم زي ما هي صفرة او خضرة في التلاجة، تفضل زي ما هي مش هتستوي معاكي. هي والمانجا برضو يا جماعه بالطريقه دي. المانجا لو انت جايباها خضرة شويه وعايزاها تستوي، سيبها بره التلاجة على الرخامه او لفها بورق جرنان هتستوي. انما لو حطيتها زي ما هي في الفريزر هتفضل زي ما هي. ولعت بقى البوتاجاز وحطيت بقى الحله زي ما هي. بسم الله ما شاء الله، بصوا خدت كميه كبيره. حطيتها زي ما هي، ولا تضيفي ميه ولا اي حاجه، ولا نقطه ميه ولا نقطه اي سوائل. هي هتنزل ميتها طبعا، لان الطماطم بتبقى فيها كميه ميه رهيبه. فالفكره بقى دلوقتي ان انت لما بتسيبي الحبايه زي ما هي، هتخرج لك الميه بتاعتها، اللي هي الميه الصفراء. الميه بتاعتها اللي هي ما فيهاش عصير، هي مش عصير، لان هي بتسرد الميه من غير طماطم. دي الفكره بقى، ان احنا بنحطها حبب زي ما هي، بحيث هتنزل الميه لوحدها، غير لما انت بتقطعيها مثلا 4 تربع، فالميه هتخرج مع قلب الطماطم، فهتبقى اللي هو القلب بتاع الطماطم مع العصير بتاعها،
فمش هتعرفي تسرديه من بعض. انما لما انت بتحطها حبايه زي ما هي كده بتنزح الميه بتاعتها فقط، اللي هي بتبقى مصفره، فدي هتسهل عليكي ان ما تقعدش كتير على البوتاجاز تبخر السوائل اللي فيها. فاحنا الفكره ان احنا بنحطها على النار بنسويها عشان تخرج كميه السوائل اللي فيها. فانت لما بتسيبها بس تغلي غلوتين وتشوفيها قدامك كده هتقومي شايله الميه بتاعها بكبشه بقى بطبق بايا كان. خلاص كده الميه بتاعتها شلناها على قد ما نقدر. وبعد كده بقى هجيب الهاند بلندر وهضربها فيها زي ما هي خلاص كده استوت معايا. طبعا هي لسه هنعمل لها مرحله تانية، لكن احنا هنضربها دلوقتي بالهاند بلندر في نفس الحله. لو انت ما عندكيش طبعا هتضربيها في الخلاط وبعد كده هترجعيها في الحله. فالهاند بلندر بيوفر عليكي الخطوه دي ان انت تبهدلي اي مواعين تانية. فان انت مثلا لسه هتضربي في شفشه وتفضي في حاجه تانية وبعدين ترجعها في الحله، فهي هتوفر عليكي مره واحده ان هي هتبقى حله واحده في نفس الحله وهي سخنه. طبعا طالما انت جايبه الهاند بلندر بتاعك ستانلس مش بلاستيك. لو اللي هو البلاستيك مش هينفع تضربي بيه الحاجات السخنه، بيضرب الحاجات البارده بس، انما الستانلس بينزل معاكي في السخن والبارد كمان. تمام خلاص هفضل اضرب فيها لغايه ما نعمت معايا. وبعد كده هولع على النار تاني. هضيف دلوقتي بقى الاضافات اللي بتحافظ عليه او يعتبر ماده حافظه. حطيت 4 معالق كبار من السكر، ده يعتبر ماده حافظه. وهضيف عندي البابريكا عشان اللون، ممكن تضيفي بنجر او تضيفي البابريكا. بصراحه البنجر بيبقى حلو ساعات او بعض الاحيان بيديكي طعم كده مختلف في طعم الطماطم، فساعات بفضل ان انا احط البابريكا. فحطيت كده عندي برضو حوالي 4 معالق كبار من البابريكا مع السكر، كده يعتبر الماده الحافظه ويعتبر ان هي هيدينا اللون كويس. وسبتها بقى شويه تاني، ولعت عليها وخليها تبخر السوائل بقى تاني اللي موجوده لغايه ما القوام بقى تقل معايا وبقت مستبكه وزي الفل. الفكره برضو ان انت لو عايزه تعبي الاكياس من غير ما حد يمسك معاكي، هاتي الكيس وحطيه في شفشق موجود عندك وثبتيه كده من فوق بحيث يبقى ماسك نفسه ما يسقطش منك. ثبتيه على حرف الكوبايه من فوق وبعد كده بالكبشه وابدأي بقى كده عبي على حسب بقى الكميه اللي انت بتستخدميها هتكيسي. انا بعمل اكياس كبيره وبعمل اكياس وسط وبعمل اكياس صغيره بحيث انا عارفه مقدار نفسي. مثلا لما بحتاج مثلا خلطه محشي فبطلع كيس كبير، محتاجه مثلا لخلطه خضار او طبيخ يعني فبحتاج حاجه صغيره حاجه وسط على حسب الكميه اللي انا ببقى عاملاها. طبعا هتنفعنا جدا طبعا. الطماطم ما فيش غنى عنها في البيت، لا المحاشي لا الطبيخ لا الخضار لا المكرونات استخداماتها كتير. كمان عايزه اقول لكم مش لازم ان انا مثلا بخزن الطماطم واسيبها مثلا بالشهور ب4 شهور 3 شهور لغايه لما سعرها ينزل وبعد كده استخدمها. لا انا بعمل الطماطم كده مره واحده بحيث بتسهل عليا الطبيخ بتاعي. مش لسه هضرب وانضف واضربها في الخلاط وارجع اصفي مثلا واسيبها تتسبك تاخد مني وقت طويل. لا انا بستخدمها استخدام اليومي خالص. يعني انا يمكن عاملاها النهارده ممكن اطلع منها بكره او بعده عادي جدا استخدمها. يعني مش شرط ان انا اسيبها شهور كتيره، لا هي كانت مسهله عليا. بالذات مثلا صلصات المكرونه عارفين ان هي لازم بتتسبك وتبخر السوائل اللي فيها للاخر، فدي بتبقى حاجه سهله جدا. طبعا زي ما انتم شايفين عمل معايا ما شاء الله 15 كيس ومنهم اكياس كبيره غير القفص اللي انا هسيبه يحمر من بره. وبعد كده حطيتهم في الديب فريزر مالينا كده خير وبركه. ربنا يرفع عنا الغلاء والوباء. اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم.